البابا غنوش السوري خلونا نعمله مع بعضنا. وهلا هون لتطبيق البابا غنوش عندي باذنجانية مشوية بالقلاية الهوائية وقاشرتها وخليتها لحتى تبرد. وعندي هون بضيف حبتين من البندورة، ثوم وبصلة وحدة ووحدة فلفلاية. بحطهم هلا بالقلاية الهوائية بشويهم، بس قبل ما اشويهم عندي هون الملح رشة بسيطة، وبعدين بحطهم بالقلاية الهوائية. هيك بعد ما طلعوا معي من القلاية الهوائية كلياتهم مشوي، بس انا بدي اتركهم لحتى يبردوا، بعدين بقطعهم فوق الباذنجانات، خليهم ليبردوا وبعدين بقسمهم. مثل ما شايفين هون الثوم عندي بيطلع بكل سهولة، انشوى عندي نزله فوق منه للباذنجان. عندي التومات هون بينزلوا فوق الباذنجان بكل سهولة، عم يطلع معي مثل ما شايفين ثوم. وهون عندي الفليفلة كمان مستوية رايحة نيفة، كمان بقطعها، كمان هيك بقطعهم بنزلها فوق منها كمان مثل ما شايفين طرية وبتجنن بقطعيها حجم. عندي البندورة كمان بقطعها مثل ما شايفين سخنين مثل النار، صار كلياتهم بقطعهم مع بعضهم، كله مستوي كله رايح نيفة عندي، بس بقطعهم وبنزلهم فوق الباذنجان مثل ما شايفين هون بنزل فوق الباذنجانات. وهلا هون عندي بعصر لعصرة ليمونة، نص معلقة من الملح، ودبس رمان معلقة كبيرة، وعندي رشة بقدونس، وبحركهم مع بعضهم. والله اللي بيجربها بهي الطريقة ما بيندم، كتير طيبة وبتعطيها نكهة بتجنن. وهلا فينا نضيف الجوز، او اذا بتحبوا على الوش فيكم تضيفوا الجوز. وهلا هون عندي الجوز فيني كسره بايدي ونزل قد ما بتحبي الكمية، حسب الرغبة اللي بتحبيها انتي فيكي تنزلي الجوز. انا حنزل شوية، بعدين بنحط على وشه الجوز، حاتركها لحتى تبرد تماما عندي. وهيك بتكون خلص البابا غنوش. خلونا نقدمه مع بعضنا. وهلا هيك بنقدمه صحن البابا غنوج مع الزيتون، ونضيف فوق منه زيت الزيتون. وان شاء الله يا رب يعجبكم، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. وسلام.